انك تحارب انسان بيأذيك امر مش سهل، لكن لو هتحارب قرينه هنا حياتك هتكون صعبه وصعبه قوي، لان التحديات اللي هتشوفها هتكسرك وهتذلك. لو اول مره تشوفني اعمل متابعه. سلسله القرين ده عذر، النهارده في عظمه. انا مش جاي اضحك عليك بالكلمتين بتوع القرين، انه طلع لي في الحمام وشفت خيال وسمعت وسوسه، الكلام ده كله اونطه. النهارده هتكلم عن كتاب مهم جدا محدش جاب سيرته خالص. طبعا كلنا عارفين كتاب العزيف وشمس المعارف، لكن هتعمل ايه لو قلت لك عن كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان لتسخير ملوك الجان؟ عشان تبقى عارف الكتاب ده اخطر بكتير من العزيف وشمس المعارف، عشان الكتاب ده لو قريت منه تعويذه واحده يا هتتجنن يا هتنتحر. عايز اقول لك انت لو عندك فضول وقريت منه سطر واحد بس انت مش عارف يحصل لك ايه. النهارده هحكي لكم حكايتي مع الكتاب. الحكايه ابتدت بموت ابويا، كان بيصرخ بالليل. دخلنا عليه انا وامي لقيناه جثه هامده. افتكرنا ان الموضوع قضاء وقدر، ومن الاخر قلنا ده نصيبه وده ميعاده. لكن امي ما كانتش مصدقه الكلام ده، كانت حاسه ان في حاجه. وبيني وبينكم منظر جثته كان بياكد احساس امي. يعني لما دخلنا عليه الاوضه لقيت ابويا جسمه ممدد واطرافه كلها راكبه على بعضها على شكل حرف اكس. بس الغريب منظر راسه كانت مسنوده على مله السرير وكان باصص للسقف. عينه كانت مبرقه بطريقه فظيعه، كانه شاف الجحيم قبل ما يموت. قصدي بيني وبينكم ابويا ما كانش بيصلي. وعشان اختصر عليكم، جثه ابويا لما راحت المشرحه قالوا انه مات سكته قلبيه. ده غير اصلا ابويا كان عنده القلب. لكن اللي ما كنتش عارفه ان ورا الحكايه دي حكايات كتير. المهم امي بعد وفاه والدي ما بقتش طبيعيه خالص. يعني كانت بتعيط وبتلطم وكانت بتقول كلنا هنروح. قلت يومين وهي هتتقبل الوضع، خصوصا انا كنت نفس حالتها. كنت متاثر قوي بموت ابويا. وبعد ما العزاء خلص وعدى كام يوم لقيت امي بتفتح مكتبه ابويا اللي محدش كان بيخشها غيره. وقلت لها ايه ده يا ماما، فتحتي المكتبه ليه؟ هو انت عايزه منها ايه؟ قالت لي وهي مش بصالي وبعصبيه، هاني ما تتدخلش في حاجه ما تخصكش، انت في حالك وانا في حالي. وقلت لها ما تدخلش ايه وحالك ايه. واول ما قلت لها كده لقيتها قفلت باب المكتبه في وشي وقعدت جوه وقت كبير قوي. قعدت جوه بالساعات. استغربت وما كنتش عارف هي بتعمل ايه جوه، بس قلت لنفسي اكيد اعصابها تعبانه وهسيبها في حالها زي ما طلبت، وكفايه البهدله اللي حصلت لها وحصلت لي اليومين اللي فاتوا دول. ورحت نمت ساعتين بالظبط وصحيت على صوت غنى. طلعت بره اوضتي لقيت الصوت جاي من اوضه امي ولقيتها قافله الباب وبتغني جوه بصوت عالي. الغريبه كانت بلغه غير مفهومه، لاتيني، عبري، هندي، معرفش. امي اصلا ما كانتش بتتكلم اي لغه تانية وما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل. ده مش كده وبس، انا سمعت صوت موسيقى كمان، حاجه كده، حاجه شبه القانون. المصيبه الاكبر ان صوت امي الطبيعي اتحول لصوت تخين قوي. الصوت اول مره اسمعه في حياتي. وقلت ايه ده، هو في حد مع امي في الاوضه ولا الصوت ده صوتها؟ وبسرعه فتحت باب الاوضه لقيت امي قاعده مقرفصه في نص الاوضه وعماله تمتم بحاجات غريبه بصوت واطي وبتهز دماغها بجنون وكانت نكشه شعرها. وبصيت في الاوضه يمين وشمال ما لقيتش اي موسيقى شغاله، ولقيت امي صوتها واطي. امال الصريخ اللي سمعته بره الاوضه ده كان بتاع مين؟ ناديت عليها وقلت لها يا ماما انت بتعملي ايه؟ انت عامله في نفسك كده ليه؟ وهي كانت مغمضه عينيها وقاعده نفس القعده وكانت بتتمتم. وقلت يمكن بتقرا قران. قلت بس ازاي؟ هي لو بتقرا قران بالشكل ده حرام، القران ليه احترامه. وقلت لها يا امي اظبطي نفسك، ما ينفعش كده. لكن ما كانتش بترد. بيني وبينكم خفت وسبتها ورحت كملت نومي. قصدي ما حدش بيشيل ذنب حد، هي حره. ولما صحيت الصبح ودخلت المطبخ عشان افطر لقيت حاجه غريبه. لقيت لبن في كل حته على الارض وعليه زعفران، والسكينه الكبيره اللي موجوده في المطبخ ما كنتش لاقيها. ورحت على اوضه امي عشان اعرف ايه اللي بيحصل، ما لقيتهاش. فضلت ادور في الشقه كلها لحد ما سمعت صوت تمتمه في الحمام. ولسه اروح ناحيه الحمام لقيت النور قطع، وبسرعه طلعت التليفون من جيبي ونورت الكشاف ودخلت الحمام. لقيت امي قاعده نفس القعده اللي كانت في الاوضه في البانيو ومداني ظهرها وماسكه في ايديها ازازه لبن وعماله تستحمى بيها. ناديت عليها وقلت لها يا امي انت بتعملي ايه؟ لكن برضه امي ما ردتش عليا. بعدها لقيتها ماسكه السكينه بايديها اليمين وجرحت كف ايديها الشمال، واول ما ايديها نزفت
خدت الدم وحطته على جسمها، خلطته باللبن، وكانت بتقول بصوت عالي: أقسمت عليكم أيتها الأرواح الروحانية بحق الطور والكتاب المسطور في رك المنشور والبيت المعمور، أجيبوا أجيبوا أجيبوا، وهنا أحكم معكم، وساعتكم حانت، الليلة قد عدت، أجيبوا لي طلبي، أقدم لكم دمي، على أراضيكم المقدسة جئت، ومن سفر جهنم بعثت، ومنكم السلام وخلفكم السلام. وانا من الصدمه ما اتحركتش، ما كنتش عارف اعمل ايه. وبعديها لقيتها طلعت كتاب وحطيته على رجليها وبدات تقرا فيه، وفي لحظه لقيتها بتقطع شعرها وبتلطم على وشها، وشعرها كانت خلع من راسها. وفجاه لقيتها بتصرخ جامد، بتصرخ جامد قوي. ورحت عليها جري وقلت لها: يا امي، انت بتعملي ايه في نفسك؟ بتعملي كده ليه؟ لكن بمجرد ما رحت عندها ومسكت ايديها المجروحه شفت حاجه غريبه. قلبي وقع في رجليا. لا، دي مش امي، دي شيطان. كان جسمها كبير قوي لدرجه ان ما كانش فيه فراغ بين البانيو وجسمها. ووشها كان احمر لون الدم، عينيها كلها كانت سودة. ولما بصت في وشها اتشقق، وجلد وشها كان بيقع كانها اتحرقت. سبتها ورجعت بظهري، لقيتها قامت من على البانيو وجايه ناحيتي. هنا التليفون وقع مني اللي كنت بنور بيه. مسكت رقبتي بايديها ورفعتني لسقف الحمام، وراحت هبداني على الارض، وساعتها اغمى عليا. ولما فقت لقيت نفسي على سريري في الاوضه، وامي قاعده جنبي على السرير وبتقول لي: اصحى اصحى يا واد يا هاني، الصريخ بتاعك جاب لاخر دور، وانت صغير على الكلام ده. ولما قمت وقعدت على السرير اتاكدت ان كل اللي شفته ده كان كابوس. امي قالت لي: ما خلاص بقى يا هاني، ما تفوق. وقلت لها: فقت يا ماما. امي هنا سابتني وراحت على اوضتها وقفلت على نفسها. وببص جنبي ما لقيتش التليفون بتاعي. قلت اقوم اشوف هو فين. كان معايا تليفون صغير نوكيا، قلت ارن عليه وسمعت رن تليفوني. لكن المفاجاه الصوت كان طالع من الحمام. ولما رحت اشوفه لقيته واقع في نفس المكان اللي كان واقع فيه في الحلم. لكن اللي امر من كده، البانيو ما كانش نضيف، كان فيه شويه دم وشويه لبن. وقلت: يعني ايه؟ يعني انا كنت في حلم ولا اللي حصل ده عشته؟ وما كنتش عارف اتصرف ازاي. قلت: لا، انا لو سبت نفسي للحاجات دي هتجنن. خدت تليفوني ولبست هدومي ونزلت رحت على الكليه بتاعتي عشان كان عندي امتحان ميد ترم. ورجعت من الجامعه الساعه 10 بالليل. وانا طالع البيت لقيت عم منصوحي صاحب ابويا واقف على السلم وبيقول لي: ينفع كده يا استاذ هاني؟ بقالي ساعتين واقف قدام الشقه، هو انتوا رحتوا فين؟ مفيش حد جوه يا ابني. قلت له: ازاي؟ امي موجوده جوه، ازاي ما فتحتش؟ وقلت له: ما تقلقش يا عم منصوحي، انا معايا مفتاح وهفتح لك. واشوف امي كمان دي ما فتحتش ليه، يمكن نايمه. ودورت على امي ما لقيتش اي اثر ليها. وقلت له: حقك عليا يا عم منصوحي، شكلها نزلت، بس هي مش من عوايدها تنزل متاخر كده من غير ما تقول لي. طب خش يا عم منصوحي، احنا مش هنتكلم على الباب. لقيته بيبص لي بخوف وعينه برقت وكان بيتهته. قال لي: لا يا ابني، مفيش مشكله، انا بس كنت جاي عشان اديك المعاش بتاع ابوك، بس خلاص وقت تاني، اجيلكم وقت تاني. وقلت له: مالك يا عم منصوحي؟ قلقتني، انا قاعد لوحدي. هاني، ابقى شغل قرآن في البيت، ولو عايزين شيخ اجيب لكم. قلت له: شيخ؟ هجيب شيخ ليه يا عم منصوحي؟ هو في ايه؟ قال لي: مفيش حاجه يا هاني، انا قلت لك اللي عندي، يلا سلام عليكم. ولقيته نزل على السلم وما كنتش عارف ماله ولا قال الكلام ده ليه. وقلت انزل اشوف امي واعرف ايه اللي نزلها في الوقت المتاخر ده. واول ما نزلت لقيت عم منعم صاحب القهوه اللي جنب بيتنا جاي ناحيتي. قال لي: ازيك يا هاني، عامل ايه؟ انا عايزك في كلمتين. وقلت له: اتفضل يا عم منعم، انا معاك. قال لي: يا هاني، انا جسمي بتلبش دلوقتي. قلت له: هو في ايه؟ امي حصل لها حاجه؟ قال لي: ايوه، الموضوع بخصوص امك كانت نازله من ساعتين ومعاها شوال، قلت اسلم عليها واطمن عليها. قالت: انا رايحه الطرب. قلت لها: تعيشي وتفتكري. ورجعت تاني على القهوه. في الوقت ده جه كلب بلدي لونه اسود بس كان ضخم شويتين، وعينه كانت بتضيق على حمار، كان بيهوهو على امك بطريقه فظيعه وخضها. وامك من الخضه وقعت على الارض. وبسرعه جبت الشومه ونزلت على راس الكلب، والدم بقى يشلب من عينه وجري من قدامي. وقلت له: طب امي حصل لها ايه لما وقعت؟ هي اتكسرت؟ قال لي: يا ريت، امك لما وقعت الشوال وقع منها وطلع منه جماجم وعظم. سالت امك قلت لها: العظم والجماجم دي بتاعت مين يا وليه؟ ما ردتش عليا، حطت العظم والجماجم تاني في الشوال ومشيت. جريت عليها ومسكت دراعها وقلت لها: الحاجه دي بتاعت مين يا بنت الحرام؟ امك في الوقت ده بصت لي بصه اتسمرت في مكاني، ما كنتش عارف احرك دراعي اللي كنت ماسكها بيه. حسيت بوجع جامد قوي فيه لدرجه ان لما بصيت عليه لقيته ملوي. وهي سابتني وخلعت ومشي في طريقها وراحت الطرب. اقسم بالله لولا ولاد الحلال خدوني المستوصف ما كنتش هبقى واقف قدامك دلوقتي. ما تقول لي يا عم هاني، امك بتعمل ايه بالجماجم دي؟ ومن الصدمه ما كنتش عارف اقول له ايه. وقلت له: بعدين يا عم منعم. وسبت ومشيت وطلعت البيت وما كنتش عارف امي بتعمل كده ليه. فضحتني وفتحت نفسها
وهنا فكرت وخدت مفتاح مكتبه ابويا وقلت اخش اشوف ايه جوه وافهم سبب اللي بيحصل ده كله. واول ما دخلت المكتبه لقيت على المكتب كتاب اصفر وكان كبير، كان نفس الكتاب اللي امي كانت حاطاه على رجليها في البانيو اللي كان في الحلم. كان اسم الكتاب اللؤلؤ والمرجان لتسخير ملوك الجان. اخدت الكتاب وقعدت اقرا اللي جواه. كان فيه اسماء غريبه لملوك، ووقتها عيني وقعت على تعاويذ غريبه كانت بتقول: اقسمت عليكم يا خدام هذه الطلاسم بعزه الله الذي تسبحون له. بصراحه ما قدرتش اكمل قرايه وقفلت الكتاب وحطيته مكانه على المكتب وقفلت المكتبه تاني. في اللحظه دي لقيت امي بتفتح الباب وبتدخل الشقه، وكان في ايديها فعلا شوال كبير. وقلت لها: امي ايه اللي موجود في الشوال ده؟ وعملت ايه مع معلم منعم؟ لكن هي ما ردتش عليا وسابتني ودخلت اوضتها. وقلت لها: امي انا بكلمك. دخلت اوضتها وقفلت على نفسها. خبطت كتير على الباب لكن ما فتحتليش. في الاخر زهقت وسبتها وقلت اروح انام، وفعلا نمت. وبعد كام ساعه فقت، ولما فتحت عيني لقيت نفسي مش في الاوضه بتاعتي ولا اصلا في الشقه. انا لقيت نفسي في التراب. ايوه، لقيت نفسي جوه تربه وجسمي واقع على الارض ووشي دايس عليه التراب. المشكله مش في كده، المشكله ان سقف التربه كان بينزل عليا واحده واحده لحد ما لقيته بيدوس على جسمي. كان هيفعصني، ما كنتش عارف اتحرك وحسيت بوجع جامد في عظمي. بصيت على جسمي لقيت ايديا ورجليا مقطوعين والدم عمال ينزل منهم. وفي اخر التربه اطرافي كانت متكومه هناك، والسقف كان بيدوس عليا اكتر وانا عمال اصرخ جامد. وبقيت اسحب في جسمي زي التعبان لحد ما لقيت فتحه في التربه. زحفت اكتر واكتر لحد ما وصلت لها وجسمي وقع فيها. ولما وقعت لقيت نفسي في مكان غريب، مكان ملوش سما. الدنيا كانت فوقيا لونها اسود وبس، وكان حواليا ضوء غريب ما كنتش عارف مصدره ايه. المكان كان مليان جماجم وعظم واشلاء في كل حته وما كنتش عارف اخد نفسي. وفجاه لقيته قدامي. ابويا كان جاي عليا وبيقول لي: انت عملت كده ليه يا هاني؟ انت عارف اللي هببته ده ممكن يعمل فيك ايه؟ وانا ما كنتش عارف ارد عليه واقول له ايه. انا لما شفته اتصدمت، لكن هو كمل كلامه بعصبيه: انت قريت اسماء ملوك العالم السفلي وانت ما تعرفش عنهم حاجه. انت مش متخيل ممكن دول يعملوا فيك ايه. العهد عندهم ما بيخلصش غير بالدم. مش اي حد يقرا في الكتاب ده وخلاص، وبالذات اللي مش فاهم. مش هيسيبوك يا هاني. وقلت له: وانت يا ابويا مش هتسيبني صح؟ قال لي: كان بودي يا هاني، لكن الجساسه جايه. قلت له: جساسه؟ يعني ايه جساسه؟ فجاه لقيت كائن طوله بتاع 5 متر وراسه كبيره جدا، وعينه طويله وحمرا زي الجمر، وجسمه كله مليان شعر طويل قوي ولونه اسود، وكان عنده 4 ايدين و4 رجلين. هجم على ابويا ومسكه من اطرافه وفضل يشد فيهم جامد عكس بعض لحد ما شق ابويا نصين، وبعد كده رماه. جه ناحيتي، كان عليا الدور، مسك بايده راسي ووسطي وفصلهم عن بعض. قمت وقتها من النوم وانا عمال اصرخ وما كنتش قادر، والعرق كان على جسمي زي الشوربه. ولقيت نفسي على سريري وفي اوضتي وما كنتش قادر استحمل الكوابيس دي كلها. واول حاجه عملتها اتصلت بعم نصوحي وقلت له كل حاجه امي بتعملها وعلى الكوابيس اللي بشوفها. لقيته بيقول لي: كل اللي انتوا فيه ده بسبب شغل ابوك النجس. قلت له: ابويا شغل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ابوك يا هاني مفيش كتاب سحر ما قراهوش، ده غير انه وصل انه يبقى معاه اقوى الشياطين في العالم السفلي، وهم اكيد يا ابني اللي عاملين كل ده فيكم. قلت له: عم نصوحي انت بتقول ايه؟ كتب سحر ايه وشياطين ايه؟ قال لي: يا ابني دي الحقيقه، انا ياما حذرته لكن هو ما كانش بيسمع الكلام. المشكله يا هاني مش في كده، المصيبه انه حضر قرينه قبل ما يموت، لانه كان عارف وواثق انهم هياخدوه. وانا لما جيت لك من كام يوم شفت حاجه غريبه جدا. لما كنت واقف على السلم وانت دخلت تشوف امك في الشقه، شفت عندكم في الصاله كلب اسود كبير، راسه اكبر من جسمه، وكان عنده انياب واصله لحد الارض، وديله كان اسود وكان مدبب. المصيبه اني شفت الكلب ده بيتخانق مع تعبان كبير، هجم عليه وكله قدام عينيا، وكل اللي حصل ده كان في ركن الصاله. ولما انت جيت اختفى يا هاني، اختفى. وقلت له: عم نصوحي انت بتقول ايه؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. قال لي: مش لازم يا ابني، انا كمان اسبوع هبعت لك شيخ هيحل كل مشاكلكم. قلت له: عم نصوحي ما تسيبنيش، انا مش عارف اتلم على اعصابي، هاتوا تعالى دلوقتي. قال لي: يا هاني مستحيل دلوقتي، انا في طنطا يا ابني، لما ارجع بعد اسبوع هحل كل مشاكلكم، ما تقلقش يا هاني. المهم دلوقتي شغل قران ورقيه شرعيه، وحاول تخلي امك ما تعملش اللي بتعمله ده بالذوق بالعافيه. امنعها يا هاني، ولازم يا هاني تعمل اللي بقول لك عليه ده، احرق. ولسه هكمل كلامه سمعت صوت صفاره كانت عاليه قوي في التليفون، ما سمعتش حاجه، الصوت كان بيقطع. قلت له وكنت بزعق: احرق ايه يا عم نصوحي؟ ما كانش بيرد عليا، كان بيقول كلام متقطع، ما عرفتش اكون منه جمله واحده. سمعت منه كام كلمه كده زي كتاب، هتقتلك، انزل، تراب، احرقه،
بعدها الخط قطع. حاولت اتصل بيه تاني لكن تليفونه كان مقفول. بعدها على طول اتصلت بخالتي لانها اقرب واحده لامي، وحكيت لها على كل حاجه حصلت واللي امي بتعمله. قالت لي هركب دلوقتي حالا وهاجي لكم، اوصل على الفجر يا هاني، خليك صاحي ما تنامش. وطبعا هتيجي الفجر لانها جايه من محافظه بعيده. وقالت لي انا جايه لان لا يمكن اسيب اختي في الحاله دي. قفلت مع خالتي التليفون وسمعت صوت حد بيعيط. طلعت الصاله لقيت امي مقرفصه وعماله تعيط. جريت عليها على طول وقلت لها امي مالك في ايه؟ بتعيطي ليه؟ انت كده يا امي هتتعبي وباللي بتعمليه ده هتموتي نفسك. قالت لي وهي بتبلع عرقها وهم وعدوني انه هيرجع. وقلت لها ماما اهدي، مين بس اللي يرجع؟ قالت لي ابوك كده كده هيرجع. ابوك حضر قرين وهاني وجالي في المنام وقال لي انه جاي ينتقم منهم وانا لازم اساعده. وقلت لها ينتقم من مين؟ وحضر ايه؟ ما تصدقيش الكلام ده مجرد حلم. انت بتفكري ازاي؟ هو في ميه بيرجع؟ قالت لي وهي بتتعصب يا غبي هيقتلونا احنا الاثنين. لازم ابوك يرجع، انا رايح انفذ العهد قبل الفجر بساعه، لازم اكون في قبره واقدم التضحيه. لازم تفهم ان ابوك مش هيرجع الا بالطريقه دي. قلت لها امي ممكن دلوقتي تنامي وترتاحي، انت تعبانه جدا. انا عارف ان الصدمه بتاعت موت ابويا كانت صعبه عليكي، بس مش كده. ريح بالك بس النهارده، وانا كمان كام يوم هجيب حد يحل كل مشاكلنا. وفعلا دخلت نيمتها ونمت انا كمان. وعلى الساعه 3 الفجر سمعت صوت باب الشقه بيتقفل. ما ركزتش وبعد شويه قلقت. بصيت في الساعه لقيتها الساعه 3 ونص وقلت انا سمعت باب الشقه اتقفل ولا بيتهيألي؟ اكيد خالتي جت. وفعلا قمت ودورت على خالتي في الشقه ما لقيتهاش ولا حتى لقيت امي. ساعتها عرفت ان انا رايح اتنفذ الجنان اللي قالته. نزلت جري عشان الحقها لحد ما وصلت لمدفن ابويا. لقيتها هناك. حاولت اخليها تسيب اللي بتعمله لكن سرحت في وشي وانا كنت خايف حد يشوفنا بالليل في التراب. وقلت لها وطي صوتك وفهميني اللي بتعمليه ده هتكسبي منه ايه؟ قالت لي بعصبيه ما انت هتساعدني ننفذ العهد معايا بالدم يا اما تسيبني وتمشي. وقلت لها عهد ايه ودم ايه يا امي؟ قالت لي هنكتب طلاسم على كفنه بدمنا وهناخد ضرس من بقه ونحطها في قماشه ونعزم عليها وبعد كده نحطها تحت راسه. قلت لها انت ايه اللي بتقوليه ده؟ طب وبعد الهبل ده يحصل ايه؟ قالت لي هيرجع، انا متاكده ان ابوك هيرجع. قلت طب وبعدين؟ اخدها على قد عقلها وخلاص. قلت لها ماشي نعمل كده سوا وبعد كده نرجع البيت. قالت لي ماشي هسمع كلامك بس تساعدني بالدم. طبعا انت بتسال انا عملت كده ليه وهو غلط، عشان اخلص من كل اللي انا فيه ده وبعد كده اخدها واوديها مستشفى نفسيه لان وضعها كان خطر جدا. انت ما كنتش معايا. المهم حفرنا سوا ونزلنا التربه ولقيت تليفوني بيرن. كانت خالتي. قالت لي انا جيت البيت يا هاني ولقيت جثه امك على السرير وريحتها وحشه جدا، بقالها 3 ايام ميته وجسمها كله اتنفخ وسايبها يا كافر. امال عامل نفسي خايف عليها ازاي وبتحكي لي حاجات ما حصلتش ليه؟ امك ميته يا هاني. لا ما كنتش مصدق اللي بسمعه. اذا كانت امي ميته بقالها 3 ايام في البيت امال مين اللي معايا هنا؟ بصيت على اللي جنبي اللي المفروض انها امي لقيتها بتقفل باب التربه ووشها كان بيتحول لوش شيطاني مخيف وقالت لي في الاول كده في مسابقه وجايزه محترمه لاقرب توقع للي يحصل في الجزء الثاني، وهشوف كل توقعات الناس على طريق كومنتات، ودي هتكون سلسله جديده كل الناس تستنى الجزء الثاني بس على شرط عايز شير ومنشن لكل اصحابكم وقرايبكم، واكتر حد هيعمل شير ومنشن هحط اسمه في الجزء الثاني كشخصيه. وخلي بالكم القصه دي فيها مفاجآت كتيره قوي، وعشان تبقوا عارفين كتاب اللؤلؤ والمرجان موجود فعلا، بس زي ما بقول في كل قصه اللي هيقرا الكتاب هيكفر بربنا، ومفيش حاجه بعد الكفر، نار في الدنيا ونار في الاخره. محدش يفكر ولا حتى يحاول. زي ما قلت لكم محدش ينسى الشير ولا المنشن. القصه من اعداد المبهر محمود القصاص، وما تخافوش انتوا معملك الخوف.